في رضا عن الاداء النهارده والنتيجه خاصه يعني قبل المواجهات الصعبه مباراه الزمالك ومباراه السوبر، تقييمك لادائكم ورايك في الاداء النهارده؟ الحمد لله طبعا على كل شيء. يمكن واحده من المباريات المهمه برضو في مرحله ختام الدور الاول، وفرقه النصر من الفرق اللي بتستمر حتى الدقيقه 90، بتعرف ترجع للمباريات مع فرق كبيره، ونتائجها مع الفرق الكبيره لحد كبير جدا جدا كويسه. يعني تعادلت مع انبي، خسرت من المصري 3-2 بالعافيه، خسرت من الزمالك 2-1 بالعافيه، كسبت مصر المقاصه. فاذا بتعرف تلعب مع الفرق الكبيره يعني، فكان مهم جدا ان احنا نفوز، ومهم جدا ان احنا نحصل على 3 نقاط عشان ختام الدور الاول، ومقبلين على مباراه طبعا مهمه اللي هي مباراه الزمالك، ثم مباراه السوبر مع المصري باذن الله في الامارات. كابتن سيد، مباراه الزمالك اكيد مباراه مهمه، يعني مباراه يعني قمه خاصه في كره القدم المصريه. في البدايه هل الاهلي بالفعل طلب ان هو ياجل مباراه القمه قبل مباراه السوبر؟ والكلام اللي بيتردد عن نقل المباراه من استاد القاهره لاحد الملاعب الاخرى، يمكن كان في كلام ان الامن بيرفض اقامه المباراه في استاد القاهره، تعقيبك على الكلام ده؟ لا يعني تاجيل المباراه، ما خلاص انت عندنا مباراه الزمالك يوم 8 اللي هو موافق يوم الاثنين اللي جاي ان شاء الله الرحمن، خلاص ده معلوم لكل الناس يعني. مباراه السوبر في ميعادها، خلاص انتهى الامر على كده يعني، من زمان، مش من فتره قليله ولا حاجه يعني. فيما يخص اقامه اللقاء، متهيألي ان احنا بنلعب على استاد القاهره والزمالك بيلعب على استاد القاهره، واحنا بنفكر في عوده الجماهير كمان في الدور الثاني، فاعتقد ان احنا ماشيين في خطوه لقدام يعني. فما يشغلنيش هي فين بالظبط قد ما يشغلني اهميه اللقاء والدوافع اللي هنخش بيها باذن الله. عايزين نطمن على محمد الشناوي واصابته، هل الاصابه هتمنعه من المشاركه في مباراه لا، القمه ولا الاصابه الشناوي بس نوعها ايه؟ احساس بالعضله الضمه واجهاد فيها، او احساسه بيها يعني كده، فكابتن حسام على طول فضل ان هو يلعب او يريح، اسف، يلعب باحمد عادل على طول، لكن ان شاء الله الرحمن في اول تمرينه باذن الله هيكون معانا باذن الله. انا عايز اسال موقف الجهاز الفني من عرض الاتفاق السعودي لضم اللاعب احمد الشيخ في انتقالات يناير. بص، النهارده كانت مباراه ودي مهمه جدا 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 تكون في الحسبان، مفيش تركيز غير في اهميه اللقاء. بكره باذن الله هيبقى عندنا قعده مع كابتن حسام ولجنه الكوره عشان نشوف العروض المقدمه او المقدمه لينا من عشان بعض اللعيبه، ولازم تتحسم بكره باذن الله. موضوع مؤمن زكريا كان في كلام ان ضعف المقابل المادي قد يؤخر اتمام الصفقه، يعني ارجع لورا ربع دقيقه اقول لك نفس الكلام. عندنا بكره ان شاء الله الرحمن قاعده مع كابتن حسام ولجنه الكوره، لكن لازم الناس تبقى فاهمه واحنا كمان عارفين ده، والرولز بتاعتنا والاساس بتاعنا يعني. الاحتياج الفني نمره واحد، مش الامور الماليه، الا بقى لو كانت المبالغ زي ما اتفقنا يعني، مبالغ ضخمه جدا 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 يعني، زي ما حصل في ايفونا مثلا يعني، او احمد حجازي. لكن لو في احتياج فني بالتاكيد، وخصوصا كمان بيزيد الاحتياج الفني ده في نص الموسم يعني، لو في احتياج فني خلاص الموضوع بيبقى منتهي يعني. فعشان كده بيتعرض على الامر على كابتن حسام والجهاز الفني، وبعد كده بيتنقل لجنه الكوره، بعد ناخد قرارنا ان شاء الله. يعني هل برضو المقابل المادي في عرض مؤمن شايف ان هو يليق بالنادي الاهلي واسم مؤمن زكريا؟ كان في كلام ان هو 150 الف دولار. هو العرض المقدم لحد دلوقتي، لكن نفترض العرض اكبر من كده وفي احتياج فني لمؤمن او غيره يعني. انت لو العرض المادي كبير لكن في نفس الوقت في احتياج فني، انت بتشوف الاحتياج الفني، فالاولويه للامور الفنيه يعني. يعني شايفين عروض كتير لعيبه النادي الاهلي. شريف اكرامي، عايز اسالك برضو هل بالفعل تلقى عروض رسميه للانتقال الفتره الجايه، وخاصه بعد يعني عدم مشاركته؟ اكيد هو بيطمح في المشاركه في كاس العالم، اكيد المشاركه هتفرق معاه مع النادي الاهلي. كان متعور ولسه نازل يعني، ممكن يبقى معانا في التمرين بكره او بعده يعني على حسب حالته، لكن موجود معانا الراجل ومكمل، والمشوار لسه طويل جدا جدا، سواء كان في مباراه الدوري او في مباراه الكاس او في البطوله الافريقيه. فاحتياجنا لكل اللعيبه موجود ووارد جدا زي ما انت شفت النهارده وزي ما شفت قبل كده. فالاحتياج الفني ده رقم واحد. شريف موجود مع الفرقه. فيما يخص شريف لا، ما فيش حاجه جات لي، لكن بالنسبه لاصابته الحمد لله رب العالمين هو يعني شبه خلاص مع المجموعه بتاعي من بكره او بعد بكره. ملف التجديد للاعبين الكبار حسام عاشور، عبد الله السعيد، شريف اكرامي، ايه اللي تم فيه؟ وهل هناك نيه بالفعل لتجديد العقود الفتره دي، ولا انتم مركزين في مباراه الدوري والسوبر والمباريات المهمه؟ التجديد والتفاوض بيبقى مراحل يعني، ده وضع طبيعي والواقع يعني بيقول كده، لكن اللعبه دي كلها مهمه بالنسبه لنا، واللعبه دي مؤثره جدا بالنسبه لنا. بناخد خطوات اوليه وان شاء الله الرحمن تتم في وقت سريع باذن الله. كابتن سيد، عايز اسالك على هل الاهلي بالفعل تقدم بعروض رسميه لحسين الشحات وثلاثي سموحه، وخاصه ان كان في ردود مبالغ فيها شويه من اداره سموحه في المبالغ المعروضه لباقي اللاعبين. عايز اسالك في ثلاثي سموحه وحسين الشحات بصفه مش خاصه. عايز اتكلم باسم بعينه يعني، من حق كل اداره انها تطلب اللي هي عايزاه يعني، طالما ده حق مشروع بالنسبه لها لان اللعيب بتاعها يعني. لكن ما اعتقدش ابدا ان السوق المصري او الكره المصريه
تتقبل هذه الارقام يعني في الوقت الحالي او حتى مستقبلا. يعني لازم نكون واقعيين جدا جدا جدا، لازم نكون منطقيين جدا. يعني من حق كل نادي ان هو يطلب اللي هو عايزه يعني عليا ب 10، عليا ب 20، عليا ب 30، عليا ب 100، لكن اللي هيدفع ايه يعني؟ ده شيء مهم جدا ولازم نكون منطقيين. يعني اولا كرة القدم مهمة جدا انها تبقى الناس عارفاها في احتياجك ليه. يعني لو انت محتاج فبالتالي هتسعى يعني، لكن في المقبول والمعقول. لان اعتقد يعني ان السوق المصري لو في ارتفاع بالشكل ده ما اعتقدش ابدا ان حد هيتباع يعني. حسين الشحات قرب. انا بقول لحضرتك يعني في اولويات عندنا. لو ما جبناش حد في يناير مش هنتاثر يعني. لو جبنا حد في يناير على حسب طلبات كابتن حسام البدري بنسعى لكده، الاسماء موجوده والمراكز موجوده وهنتفاوض مع النادي. لكن هو مش حقنا دلوقتي، اللعيبه حق اصيل لانديتها. في المقبول جدا والمعقول يبقى شيء منطقي، لكن لو حاجه مبالغ فيها جدا 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 اعتقد ان الامر هيبقى بعيد يعني. كلمه اخيره لعماد متعب اللي يبدا تجربه احترافيه في السعوديه، وعماد اكيد اسم من الاسماء الكبيره في النادي. عماد واحد من كباتن الفرقه، واحد من الناس المؤثره جدا في الفتره الاخيره او التاريخ المعاصر في الفتره اللي فاتت ديت. يعني بتمنى له التوفيق طبعا، وان شاء الله الرحمن يكون موفق في خطوته وتجربته باذن الله. سيد الف مبروك. شكرا. دي كانت تصريحات خاصه من كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي عقب الفوز الكبير على النصر ب4 اهداف مقابل لا شيء، ولا عوده.